هل ستنسحب تركيا وحزب العمال الكردستاني بككة من أراضي إقليم كردستان؟ بدأت عملية حل بككة وفسخه وإنهاء الكفاح المسلح في 27 شباط العام الجاري على يد عبد الله أوجلان. القرار أنهى حقبة الصراع والقتال بين القوات المسلحة التركية وبككة، وحاليا يجري النقاش حول انسحاب الجريلة مقاتلي بككة من الجبال وطريقة إلقاء السلاح. والحق أن مسألة نزول الجريلة من الجبال وإلقاء أسلحتهم بات مرتبطا بإقليم كردستان أكثر من ارتباطه وعلاقته بباكور كردستان أي كردستان تركيا، إذ لا وجود لأي قوات مقاتلة للجريلة في جبال باكور كردستان حتى تلقي أسلحتها وباستطاعة الناس التوجه إلى جميع القرى بحرية. لكن الوضع في إقليم كردستان مختلف تماما عما هو في باكور كردستان، لأنه ومنذ تسعينيات القرن الماضي نقل بككة والدولة تركيا حربهما ومعاركهما إلى مناطق سندي، برواري، آميدية، نهيلي، نيروا وريكان، بارزاني وهركي وبرادوس بشكل تدريجي وممنهج. واليوم بات مواطنو إقليم كردستان يعيشون أمل عودة وادي بس آغا، بيربلا، برواري بالا، نيروا وريكان، زيوا، سينيا، سيدا، جمجي ومازي، وعلى أحر من الجمر في انتظار العودة لقرى مزوري جوري، أركوش، ماواتا وشيفي. كما تستعد حكومة إقليم كردستان لتحقيق أحلام شعبها. حل بككة نفسه وأوقف حربه المسلحة ضد الدولة التركية، وحسب جميل بايك حتى لو لم تنجح العملية فلن يلتجئوا للسلاح بعد الآن. آنذاك يجب على القوات المسلحة التركية وكذلك قوات بككة الانسحاب من إقليم كردستان، كما ينبغي على الشعب العودة إلى أرض أجداده وديارهم. نعم، هذا ما يجب أن يحصل، لكن الأمور لا تسير بهذا الشكل. فمنذ 7 آيار تاريخ فسخ بككة نفسه لم تنسحب لا الدولة تركيا ولا بككة من المناطق والأراضي التي احتلتها في إقليم كردستان، بل على العكس تماما تعزز دولة تركيا قواعد ومقارها للمستقبل. كما يستمر بككة على نفس المنوال في بناء وتشييد أنفاق جديدة ونقاط السيطرة لتوسيع سيطرته وسيادته على المنطقة. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن كلا الجانبين لن يغادر هذه المناطق بسهولة. نوايا دولة تركيا واضحة، فهي تريد السيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية في كردستان، وبالفعل الجيش التركي بات يتمركز وينتشر في هذه المناطق بالتنسيق مع بككة. لكن ما يحتاج إلى بحث وتنقيب عميق هو موقف بككة، فهو يسعى إلى إبقاء جبال إقليم كردستان والمناطق والقرى المأهولة والتي يحلم المواطنون بالعودة إليها تحت احتلاله وسيطرته، مستغلا في الوقت نفسه توقف الهجمات التركية كفرصة. هذه سياسة عبد الله أوجلان. ففي اجتماعه في 30 آيار وما بعده أشار أوجلان بل أصدر أوامر بعدم مغادرتهم لإقليم كردستان. أولا قال أوجلان لأهالي قنديل: بلغوا تحياتي ل200 قرى قنديل. من يقول إننا سنتخلى عنكم؟ نحن لن نتخلى عنكم أبدا، وستكون لكم حقوقكم الدستورية. رسالة أوجلان هذه ملفتة للغاية، فأهالي قنديل يتمتعون بحقوقهم الدستورية، فجميعهم مواطنو إقليم كردستان، وكثير منهم يتقاضون الرواتب ويملكون سندات تسجيل أراضي وجوازات سفر. فماذا يعني بالحقوق الدستورية؟ وهل يريد أوجلان بناء إقليم مستقل لهم؟ لهذا السبب لا يفكر ولا يخطط بككة مغادرة قنديل. وإذا لم يرغب بككة بمغادرة قنديل التي تبعد 100 كيلومتر عن الحدود التركية، فهل سيغادر غارة أو متينة؟ ثانيا رسالته إلى أهالي مخمور. في 9 آب عام 2025 بعث عبد الله أوجلان رسالة إليهم طالبا منهم بشكل ضمني سري البقاء في مخيم مخمور، أي أن أوجلان لا يريد إخلاء وإفراغ مخيم مخمور أيضا. ثالثا على نفس المنوال دعا أوجلان أيضا بككة إلى حماية مواقعه وساحته في شنغال، وقال في مذكرة اجتماعه في 30 آيار: أنا أتفاوض مع الدولة التركية بشأن قضية شنغال. كما وجه رسائل إلى أهالي شنغال مرارا قائلا: لن نترككم وشأنكم. فيا ترى لماذا يتفاوض بككة مع الدولة التركية
بدلا من التفاوض مع حكومة إقليم كردستان بشأن شنغال، فهذا مؤشر واضح على أنهم مصممون على البقاء في تواصل دائم مع الأتراك في شنغال. تشير كل هذه الدلائل والمؤشرات إلى أن كل من PKK والدولة تركيا لديهما أجندة واحدة تجاه إقليم كردستان. وقد طلب أوجلان من الضابط التركي حسن آتيلا أوغور في إمرة لعام 99 الدعم، فقال: ادعمونا سرا وسنستولي على أربيل معا. فمن الواضح أن أوجلان يلهث وراء تنفيذ هذا المخطط. الوقت كفيل بكشف كل شيء. إذا كان PKK يزعم صراحة أنه ليس جزءا من مخطط جديد وقذر، فعليه حل المناطق التي احتلها والخاضعة لسيطرته، وتسليم مواقعه الاستراتيجية وخاصة غارة وشنغال إلى قوات البيشمركة الكردستانية، وإبقاء الجريلة تحت سيطرة البيشمركة في جبهات غير نشطة.